السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد مع وصفاتنا السهله والسريعه. النهارده هنتكلم عن البطاطس المقليه وازاي نخليها مقرمشه معانا ولونها ذهبي زي ما انتم شايفين، ذهبي فاتح. اول حاجه بننقع البطاطس حوالي من نص ساعه لساعه بالكتير، وما يزيدش عن ساعه في ميه. ليه؟ علشان نتخلص من مادة الأكريليميد. المادة دي خطيرة جدا لما بتتعرض للزيت، فاحنا بنتخلص منها عن طريق نقع البطاطس. بعد ما قطعناها بننقعها من نص ساعة لساعة، ما يقلش عن نص ساعة وما يزيدش عن ساعة. دي أول نقطة. تاني نقطة، بنسخن البطاطس بنسخن الزيت كويس جدا جدا جدا، علشان اول ما نحط البطاطس نصدمها. تالت نقطة، بنحط نشا على البطاطس. وحد هيقول طب البطاطس ما هي فيها نشا، ليه بنحط نشا ذرة على نشا البطاطس؟ لان خصائص النشا البطاطس غير خصائص نشا الذرة. نشا الذرة بيقوم بحبس البخار جوه، وبيقوم بحبس المادة السكرية بتاعت البطاطس، فبتعمل بف في الزيت، فبتعمل قشرة رقيقة مقرمشة، غير خصائص نشا البطاطس. تمام. رابع حاجة، هي لما نرص البطاطس ما نقلبهاش بسرعة، لا نسيبها الأول، أول ما تصفر وتبدأ تاخد اللون الذهبي نبدأ نقلب، مش نقلب من الأول عشان ما تتعجنش معانا. خامس نقطة ودي الأهم، لما نطلع البطاطس ما نغطيهاش، عشان لو غطيناها البخار هيطلع على الغطا وهيرجع ينزل تاني على البطاطس يطريها. بس كده. يا رب أكون فدتكم وقلت لكم على النصايح. ما تنسوش تدعموا لي القناة وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.